عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بريبتو؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنحل النهارده المحافظات اللي امتحنت مادة الساينس. بريبتو في اليومين اللي فاتوا. خلينا نبدأ بمحافظة القاهرة. المعادي. يلا نشوف الموديل ايه. الأسئلة بتاعته عبارة عن ايه. طيب نمبر 1 write the scientific term، يعني اكتب المصطلح العلمي. طيب نمبر 1 temperature at which substance start to change from solid to liquid. بصوا بقى، من solid لليكويد انا عارفه ان هي melting، بس طالما بدأ لي السؤال بتمبريتشر حط مكان تمبريتشر بوينت يبقى اسمها ميلتنج بوينت. ميلتنج بوينت يبقى التمبريتشر اللي هيبدأ عندها تتحول المادة من سوليد لليكويد اسمها ايه؟ ميلتنج بوينت. ميلتنج بوينت. طيب نمبر 2 a system in which both energy and matter are exchanged with the surround. يعني سيستم بيحصل فيه تبادل للمطر والانرجي، يبقى على طول الاوبن سيستم. اوبن سيستم. اوبن سيستم. طيب نمبر 2 give reason، او نمبر بي give reason. هنكتب كل ده دلوقتي. نمبر 1 mercury is used in the manufacture of thermometer. ليه في الزئبق المركري بنستخدمه في صناعة الترمومتر او الثرمومتر؟ due to its low specific heat، لان السبيسيفيك هيت حرارته النوعية قليلة. due to its low specific heat، لانخفاض حرارته النوعية. تمام كده. طيب نمبر 2 the freezer is insulated at the top of the refrigerator. ليه بنحط الفريزر فوق في التلاجة ما بنحطوش تحت؟ هنا عايزني اتكلم على الكونفكشن كارنت، تيارات الحمل الحراري، لان الجزء اللي في التلاجة تحت الهواء بتاعه هيبقى وورم، يعتبر دافي، فيحصل له رايز اب، فيرتفع لفوق. والكولد اير، الهواء البارد اللي جاي من الفريزر، هينزل لتحت، فبالتالي التلاجة كلها هتبقى ساقعة. يبقى بحط الفريزر فوق عشان ايه؟ due to convection current the warm air، الهواء اللي هو in the bottom في قاعدة الريفريجريتور، يحصل له رايز اب، والكولد اير يحصل له جو داون. انا بس المكان عندي مش مديني مساحه ان انا اكتب، فانتوا فاهمين طبعا. هتقول له because the warm air هيحصل له رايز اب لان الدنسيتي بتاعته قليله، وبالتالي الكولد اير جو داون هينزل لتحت لان الدنسيتي بتاعته لارج. كل ده نتيجه الكونفكشن كارنت، يعني هيحصل تبادل للغازات، هيحصل تبادل للهواء اللي في التلاجة، فهتلاقي التلاجة كلها بقت ساقعه. طيب نمبر 3 burning of wood is considered a chemical change. ليه احتراق الخشب تمام يعتبر chemical change؟ هتحط تعريف الكيميكال change due to formation of new substance with new property. نتيجة الفورميشن of new substance، مادة جديدة with new property، أو هتقول له due to ال change in the structure، نتيجة تغيير في التركيب. يبقى الإجابة بتاعتي due to formation of new substance with new property، أو due to change in the structure، نتيجة تغيير في التركيب. تمام، يبقى ده اسمه chemical change. نمبر 4 chlorophyll is important in photosynthesis. ايه أهمية الكلوروفيل؟ because chlorophyll absorb sunlight، لأن الكلوروفيل مسؤول عن امتصاص السانلايت. تمام، due to absorption of sunlight. يبقى because it absorbs sunlight which responsible for light dependent reaction، لأنه مسؤول عن امتصاص الضوء اللازمة للتفاعلات الضوئية. طيب بعد كده سؤال نمبر 2. طيب question نمبر 2 هنعمل correct the underline word، هنصحح الكلمة الخطأ. نمبر 1 hematite mineral is formed of sodium chloride. الهيماتايت ده متوقع يجيلك في الامتحان. لا، الهيماتايت اسمه red iron oxide. red iron oxide، أكسيد الحديد الأحمر، red iron oxide. Number 2 protein are accumulated in the blood as a result of decreasing secretion of الانسولين. نتيجة نقص الانسولين من البنكرياس، مين اللي هيحصل له accumulation؟ مين اللي هتتراكم؟ على طول الجلوكوز او الشوجر، السكريات. يبقى ريد ايرون اوكسايد اند جلوكوز. طيب نمبر بي كومبير بتوين، قارن ما بين الثيرمال كونفكشن والثيرمال راديشن. الاثنين يعتبروا ميثود اوف هيت ترانسفير، طرق لانتقال الحراره. الثيرمال كونفكشن الحمل الحراري بيحصل في الليكويد والجازس، بيحصل في الليكويد والجازس، لكن الثيرمال راديشن بيحصل في الجازس وبيحصل في السبيس، يعني بينتقل في الفراغ. يبقى اول حاجه الاثنين واي اوف هيت ترانسفير، طرق انتقال الحراره. الثيرمال كونفكشن بتحصل في الليكويد والجازس اللي هي الفلويدز، المواقع. والراديشن الاشعاع بيحصل في السبيس وفي الجازس، في الهواء والفراغ. تمام. تمام ده بالنسبه تاني حاجه هنقارن ما بين الثيرمال كونفكشن بيحصل فيه يعني البارتيكلز بيحصل لها موفمنت، حركه للجزيئات، وبرده الثيرمال راديشن ممكن يحصل فيه بارتيكل موفمنت، او ممكن ما بيحتاجش اصلا بارتيكل موفمنت.
الثيرمال كونفكشن بيحتاج اللي هي الموفمنت اوف بارتكل، حركه الجزيئات، لان هي اللي بتنقل الحراره. لكن الثيرمال راديشن ما بيحتاجش البارتكلز موفمنت، ما بيحتاجش حركه الجزيئات. يبقى هنكتب اول حاجه الثيرمال كونفكشن بيحصل في الليكويد والجاز، لكن الراديشن بيحصل في الجازز الغازات وبيحصل في السبيس. طيب الثيرمال كونفكشن بيحتاج يا جماعه بيحتاج موفمنت اوف بارتكلز، حركه الجزيئات، لان الجزيئات هي اللي بتنقل الحراره. لكن الراديشن مش بيحتاج البارتكلز موفمنت. تمام. طيب بعد كده الفريزنج والميلتنج. هنقول الفريزنج يعني ايه؟ فريزنج يعني تشينج من اللي هي الليكويد ستيت للسوليد ستيت. طيب الميلتنج تشينج من السوليد للليكويد، عكسها. ما الفريزنج عكس الميلتنج، يبقى التجمد من ليكويد لسوليد، لكن الميلتنج من سوليد لليكويد. تمام. طيب هنقارن ما بين الجلوكوز والسيلولوز according to their type. على فكره السؤال ده متوقع في الامتحان، اللي هي انواع الشجر، اللي هي المونوساكرايد والاوليجوساكرايد والبوليساكرايد. ده جاي في الامتحان. اول حاجه الجلوكوز مونوساكرايد، سكر احادي، مونوساكرايد. السيلولوز ده بولي ساكرايد، بولي ساكرايد يعني متعدد السكريات. طيب نمبر 4 كومبوزيشن اوف كربوهيدرات اند بروتين. يعني الكربوهيدرات بتتكون من ايه والبروتين بتتكون من ايه؟ الكربوهيدرات CHO، سي يعني كربون، اتش يعني هيدروجين، او يعني اكسجين. لكن البروتين سي والاتش والاو، الكربون والهيدروجين والاكسجين، بالاضافه لحاجتين كمان، النيتروجين والبروتين. تاني الكربوهيدرات كربون وهيدروجين واكسجين، لكن البروتين كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين وفوسفورس. انا مدياك الاختصارات، السي كربون، الاتش هيدروجين، الاو اكسجين، الان نيتروجين، والبي فوسفورس. question number 3 choose the correct answer. اختار الاجابه الصحيحه. on heating solid dry ice. لما بنسخن التلج الجاف، واحنا عارفين ان التلج الجاف اللي هو الكربون دايوكسيد في صوره سوليد، هيحصل هنا ايه؟ سبليميشن. سبليميشن يعني تساوي. يعني ايه تسامي؟ يعني هيتحول من السوليد للجاز وزود باسنج تو ليكويد من غير ما يعدي على الليكويد. يبقى سبليميشن ايه التسامي؟ يبقى التسامي اوف السوليد دراي ايس، تسامي التلج الجاف يعني يتحول من سوليد لجاز وزود باسنج تو ليكويد من غير ما يعدي على الليكويد. طيب نمبر 2 a state of matter that has a fixed shape and fixed volume. مين اللي عندها fixed وفيكسد؟ شكل وحجم ثابت، اكيد السوليد. طيب نمبر بي منشن امبورتانس اوف، يعني قول لي اهميه كل من. نمبر 1 الدي اي ار تي، الدارت ده عباره عن رادار، عباره عن رادار بيعمل تشينج للاوربت اوف ميتيورايت. تشينج ذا اوربت اوف ميتيورايت، بيغير مدار النيازك عشان نتجنب الكولويجن ويز ذا ايرث، نتجنب التصادم مع الارض. يبقى أهمية الدارت ده بيعمل تشينج للأوربت، بيغير مدار الميتيورايت عشان نتجنب الكولويجن، التصادم مع الأرض. نمبر 2 الميتابوليك انالايزر. جهاز الميتابوليك يا جماعة ده بيبقى في عيادات الرجيم. الميتابوليك انالايزر ده بيحدد الانابوليك والكاتابوليك ريت، معدل الهضم والبناء. فبالتالي حضرتك لو عايز تمشي على اكسرسايز أو دايت معين بتقدر تستخدمه. يبقى اهميه الميتابوليك انالايزر بيساعد في الديترماين الانابوليك والكاتابوليك ريت، سو ات هيلب ان دايت اند اكسرسايز. طيب البلو بنديكت سوليوشن. ايه اهميه البلو بنديكت؟ البلو بنديكت هيلب ان ديتكشن اوف اللي هو المونوساكرايد او الجلوكوز، بيساعدني ان انا اعمل ديتكشن للجلوكوز. يبقى هيلب ان ديتكشن اوف جلوكوز، بيساعدني ان انا اعرف الجلوكوز. طيب يبقى البلو بنديكت، البنديكت بيعمل ديتكشن للجلوكوز، بيعمل ديتكشن للجلوكوز. طيب البريشر كوكر. البريشر كوكر اللي هي حله الضغط، هيلب ان فاست كوكينج اوف فود، سو ات هيلب ان باور سيفنج، بتساعدني ان انا احفظ، او الانرجي سيفنج، احافظ على الطاقه، لانها بتعمل فاست فود كوكينج، يعني بتعمل طهي للطعام بسرعه. تمام. يبقى إجابة السؤال رقم 3 البنديكت بيساعد في الديتكشن اوف جلوكوز. السؤال رقم 4 اللي هي البريشر كوكر، هيلب ان فاست كوكينج اوف فود، وكمان هيلب ان انرجي سيفنج، بتساعد في الحفاظ على الطاقة. يا جماعة معلش عشان المكان ضيق جدا انا مش عارفة اكتب فين. تمام. طيب خلينا نكمل. طيب question number 4 complete the following. هنأكمل الجمل. number 1 the chemical formula of السيلفر كلورايد. ايه هو السيلفر كلورايد؟ AgCl. AgCl ده السيلفر كلورايد. تمام. وده عبارة عن وايت بريسبتيت، راسب ابيض. طيب number 2 the red orange sodan is used to detect الصودن solution، محلول الصودن بنكشف بيه عن الفاتس، الدهون. طيب what is meant by، ماذا نعني؟ يعني عايز definition. اول حاجه الموتور anything that has mass and occupy space، او anything that has mass and volume، اي حاجه حوالين عندها ماس وفوليوم، كتله وحجم، يبقى موتور. طيب ايه هو الجاز اكستشينج؟ ده عباره عن biological process، عمليه بيولوجيه which help in exchange الاكسجين and carbon dioxide with the surround، بتساعد في تبادل الاكسجين والكربون دايوكسيد with the surround environment، مع البيئه المحيطه.
يبقى دي اجابات الاسئله بتاعتنا. طيب نمبر 3 كاتابوليزم، او اللي هي الكاتابوليك، عمليه الهدم. دي عباره عن بروسيس بنحول فيها اولاد اللارج مولكيول للسمول مولكيولز اند ريليزنج اوف الانرجي، بيحصل فيها انتقالات للطاقه. يبقى لما بنحول اللارج مولكيولز للسمول مولكيولز، من كبير لصغير بكسر، يعني بهدم، فبيحصل ريليزنج للايه، للانرجي. طيب الميتورايت عباره عن ايه؟ اللي هي السبيس اوبجكت، اجسام فضائيه، او بنقول عليها السبيس ماس، كتل صخريه، او بنقول عليها ده الميتورايت عباره عن روك ماس، تمام، اللي هي كتل صخريه، او بنقول عليها سبيس اوبجكت، اجسام فضائيه which hit the earth، تمام كده، بتخبط الارض وبتعمل كراترز وبتعمل حفر. يبقى الكاتابوليزم ده عباره عن بروسيس بيحصل فيها بريك داون، تكسير للارج مولكيول انتو سمول مولكيول، وبيحصل فيها ريليزنج للانرجي، انطلاق للطاقه يا جماعه. ومثال على الكاتابوليزم السيلولار ريسبيريشن، التنفس الخلوي اللي بيحصل في الميتوكوندريا.